بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حل كتاب التفوق تعاقب الأجيال دورة حياة البلازموديوم ملاريا. أي أطوار البلازموديوم توجد في كل من البعوضة والإنسان؟ خلاص احنا متفقين اللي موجود هنا وهنا الطور المعدي للإنسان والطور المعدي للبعوضة. حاجة كانت في البعوضة راحت للإنسان يبقى السبوروزويد. طب حاجة كانت في الإنسان وهي اللي هتروح للبعوضة يبقى الطور المشيجي. يبقى اللي موجود هنا وهنا السبوروزويت والطور المشيجي. السبوروزويت والطور المشيجي الإجابة د. أي حاجة تانية طبعا هتبقى خاطئة. يعني هتيجي تقول لي الميروزويتات، لا الميروزويتات في الإنسان بس مش موجودة في البعوضة. السبوروزويت ماشي، السبوروزويت ماشي، إنما الطور الحركي بيبقى موجود في البعوضة بس في المعدة يا دكتور. الميروزويتات غلط، الميروزويتات الإجابة د. الشكل المقابل يمثل جزء من دورة حياة بلازموديوم ملاريا. ادرس واجب أي الأطوار بالشكل المقابل لها القدرة على الحركة الذاتية. اتفقنا اللي في دورة حياة البلازموديوم كله يقدر يتحرك حركة ذاتية. لو مسكنا من الأول هنا من السبوروزويتات، أدي أول حاجة تقدر تتحرك حركة ذاتية. وحتى يقول لك إيه العلماء؟ يقول لك إن هو لا يمكن يقدر السبوروزويت ان هو يعدي ويخترق غير لو هو اتحرك. يعني مفيش حاجه بتوجهه، ولذلك قدره السبوروزويت على الحركه هي السبب الاول عن قدرته على مهاجمه خلايا الكبد. فبالتالي السبوروزويت اول واحد بيتحرك. طب روح بعد كده ميروزويت، لا ما تتحركش هنا، ما يتحركش. طور مشيجي ما يتحركش. يلا اطلع على هنا، اطلع على هنا بقى. يطلع هنا الامشاء المشيج المذكر، دي نمره 2. تاني حاجه المشيج المذكر زي الحيوان المنوي كده، هو اللي بيقدر يتحرك يوصل للمشيج المؤنث. اي مشيج مذكر يروح للمشيج المؤنث، فدايما المشيج المذكر متحرك. وحتى ده اللي خلانا لما نيجي بنرسم المشيج المذكر او رسمه المشيج المذكر تلاقي في حاجه بتتحركه كده زي الاهداب دي، ما يوازي الديل في الحيوان المنوي. يبقى اول حاجه بتتحرك سبوروزويت، تاني حاجه المشيج المذكر، تالت حاجه بقى الطور الحركي اللي هو الاوكاينت، لان ده بيبدا هنا يخرج بره المعده ويخترق البطانه بتاعه المعده علشان ما يموتش جوه المعده. فتالت حاجه بتقدر تتحرك الطور الحركي. يبقى انا عندي 3 حاجات عندهم قدره ذاتيه بدوره حياه الملاريا على الحركه: السبوروزويت والمشيج المذكر والطور الحركي اوكاينت. فهنا انا شايف كده من الرسمه اهي، بيقول لك هنا يا دكتور ده كده المشيج المذكر اللي هو عامل زي الشمس ده كده، وده المشيج المؤنث. يبقى نمره 1 المشيج المذكر له القدره على الحركه. يبقى المشيج المذكر له القدره على الحركه اللي هو نمره 1 ده اهو كده. طيب البويضه ما تتحركش. بعد كده بينتج الزيجوت، لا الزيجوت ما بيتحركش يا دكتور، ما عندوش القدره على الحركه الزيجوت. انما ده كده اللي هو الطور الحركي بقى، لان الزيجوت بيتحول الى الطور الحركي. نمره 4 عنده القدره على الحركه. يبقى 1 عنده قدره و4 عنده قدره. بعد كده الطور الحركي بيتحول لايه يا دكتور، او بيحصل له ايه؟ قالك الطور الحركي، احنا رحنا فين اهو كده، ادي الطور الحركي اهو بينقسم ميوزي علشان يبقى كيس البيض. يبقى الطور الحركي انقسم ميوزي، يبقى ده كيس البيض. كيس البيض ده ما بيتحركش يا دكتور، ده ثابت حتى ولازق في الجدار بتاع المعده. وبعدين السبوروزويت اهو كده يا دكتور، ما هو ده كده السبوروزويت، يعني ده كده كيس البيض بس ده ما بيتحركش. كيس البيض بعد كده بيدي السبوروزويتات. طب ما السبوروزويتات عندها القدره على الحركه اللي هي نمره 6، يبقى اللي بيتحرك 1 و4 و6. يبقى الاجابه 1 و4 و6 يا دكتور. السؤال اللي بعده يقول لك الشكل المقابل يمثل جزء من دورة حياة البلازموديوم ملاريا. ادرسه ثم أجب. ما نوع الانقسامات التي تحدث خلال هذه المرحلة؟ المرحلة دي عبارة عن ايه بقى؟ او ده عبارة عن ايه؟ دي خلايا، لو انت تاخد بالك بقى، لو انا هكبر قوي، في خلايا هنا اهي عاملة كده يا دكتور، خلاص دي السبوروزويتات. يبقى الخلايا دايما المغزلية اللي هي بتبقى السبوروزويت. طب السبوروزويت ده علاقته بايه؟ ما حاجة من الاثنين، يا اما بيروح السبوروزويت هيخترق هنا الغده اللعابيه، السبوروزويتات تدخل جوه الغده اللعابيه، بس ده ما كانش يفجر الغدد اللعابيه ويطلع منها. انما دي الحاجه الثانيه ان السبوروزويت يخترق السبوروزويت الخلايا الكبديه، وهنا يبدا يتكاثر جواها ويفقد الشكل المغزلي بتاعه ويعمل حاجه مدوره كده اللي هي الميروزويتات. طب ده اللي بيحصل هنا قصادي كده، ده اللي بيحصل قصادي هنا كده يا دكتور اهو. يعني انا هنا دخل السبوروزويت واحد جوه خليه كبديه، وبعد كده تكاثر بلا جنسي تقطع ادى عده ميروزويتات، هتنفجر الخليه الكبديه وتبدا تديني الميروزويتات اللي هتطلع بره يا دكتور. يبقى اذا س دي عباره عن ايه؟ س دي خليه كبديه، يعني الكلام ده بيحصل في الكبد.
فلما يقول لك هنا ايه الشكل المقابل ده جزء من دوره حياه، ما نوع الانقسامات اللي بتحصل خلال هذه المرحله؟ روح على الكبد يا دكتور، على الكبد هتلاقي فيه انقسام ميتوزي لا جنسي بالتقطع، انقسام ميتوزي لا جنسي مبني على الانقسام الميتوزي. يبقى اذا ما نوع الانقسامات اللي بتحصل؟ انقسام ميوزي فقط، ميتوزي فقط، ميوزي يليه ميتوزي. هو ما فيش ميوزي خالص في الموضوع ناحيه الكبد يا دكتور، يبقى ده انقسام ميتوزي فقط. يبقى ده انقسام ميتوزي فقط يا دكتور. ماشي. بيقول لك ادرس المخطط التالي، ادرس المخطط التالي الذي يوضح المراحل الأخيرة لتكوين السبوروزويتات داخل جسم البعوضة. طب لو انت جيت تشوف تكوين السبوروزويت، هو بيتكون ازاي السبوروزويت؟ اهو ده تكوين السبوروزويت. بيتكون في جدار المعدة، يعني انا ماليش دعوة بالتجويف، خلاص؟ السبوروزويت اهو اللي بيروح للغدد اللعابيه. لو بدات قصته من البدايه، انا كان عندي الطور الحركي اللي خرج بره المعده، ادي الطور الحركي 2 نون، قام انقسم ميوزي عشان يرجع للعدد الاصلي نون اللي هو كيس البيض. بعد كده كيس البيض حصل لا جنسي ميتوزي بالجراثيم علشان يدي السبوروزويتات. يبقى السبوروزويت نون هو جاي من الاوكاينت اللي هو كيس البيض بالانقسام الميتوزي. يبقى انا عندي 3 حاجات، طور حركي يدي كيس بيض، وكيس البيض يدي السبوروزويتات اللي هي 2 نون يدي نون، والنون ده هيدي نون اللي هو يحصل انقسام ميوزي الاول وبعد كده يحصل انقسام ميتوزي. خلاص انا كده فهمت اهو. يبقى الدنيا دي، هو احنا ايه ده فين؟ هنا اهو. طيب يبقى اذا ده بيقول لك دي مرحله تكوين السبوروزويتات داخل جسم البعوضه اللي هي بتحصل في الجدار. حاجه هيحصل عمليه تدي طور تاني، يحصل عمليه تدي سبوروزويتات. طب ما تيجي نرجع، السبوروزويت ايه اللي قبله؟ اللي هو كيس البيض، يبقى ده كيس البيض. طب ايه اللي قبله؟ الطور الحركي اللي هو الاوكاين. يبقى الطور س ده اللي هو على طول الاوكاينت، يبقى ده كده الطور س ده اللي هو الاوكاينت، ده الاوكاينت. خلاص كده يا دكتور؟ طيب اللي بعديه بقى ده سيست اللي هو كيس البيض. طب وبعد كده ده السبوروزويتات. فالطور س اللي هو الاوكاينت بيحصل له عمليه ايه فيبقى اوسيست؟ ميوزي. يبقى العمليه واحد ده اهي ميوزي، واتفقنا ده لاختزال العدد الصبغي ورجعه للاصل بتاعه نون، لان الطور الاوكاينت كان 2 نون، فبرجعه للطور الاوسيست اللي هو كيس البيض نون. بعد كده كيس البيض يحصل له عمليه انقسام ميتوزي علشان يتكاثر لا جنسي بالجراثيم ويدي السبوروزويتات نون. ما الغرض من العمليه واحد؟ العمليه واحد هنا اللي هي الانقسام الميوزي اللي حصل ده من الطور الحركي بقى كيس البيض. ده ليه؟ لاختزال العدد الصبغي، ارجعه من 2 نون لنون، يبقى لاختزال الماده الصبغيه يا دكتور. الاجابه ب. انما تكوين اللقحه يا فندم، ايه علاقه الميوزي باللقحه اللي بتتكون فوق؟ تضاعف الماده الصبغيه؟ انا ما بضاعفش يا دكتور، بالعكس ده انا بختزل الماده الصبغيه من 2 نون لنون. اكتمال نضج الاطوار المشيجيه يا فندم، لا، نضج الاطوار المشيجيه بعيد عن الحته دي، ارجع كده 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 يا دكتور. نضج الطور المشيجي هو بيدخل البعوضه الطور المشيجي غير ناضج، ينضج هنا ملوش علاقه خالص بعمليه اختزال العدد الصبغي والانقسام الميوزي. يبقى الاجابه نمره ب. السؤال اللي بعده يقول لك الشكل المقابل يمثل بعض مراحل دوره حياه البلازموديوم، ادرسه ثم اجب اي المراحل الموضحه يبدا خلالها ارتفاع درجه حراره المريض. لو انت بصيت هنا كده يا دكتور، الرسمه طبعا معوقه شويه. انت لو بصيت هنا البعوضه لدغت الانسان، المهم دخل حاجه جوه الانسان، الحاجه اللي دخلت ده ايه؟ هتدخل جوه ايه؟ مثلا خليه كبديه، هتدخل جوه خليه دم، ايا مكان. فالمهم هي دخلت جوه الخليه وبعدين بدات تتكاثر يا دكتور لغايه اما فجرت الخليه الدم الحمراء، وبعدين طلعت منها مينوزويتات. في مينوزويتات طلعت تصيب خلايا دم حمراء تاني تعيد الكره، وفي مينوزويتات هتدخل جوه خلايا دم حمراء تتحول الى الطور المشيجي. فده كده الطور المشيجي. يبقى هنا بيقول لك ايه المراحل اللي يبدا عندها ارتفاع درجه الحراره؟ الانفجار اللي بيحصل فيه خلايا الدم الحمراء. فين الانفجار ده يا دكتور؟ الانفجار اللي هو ده اهو نمره 3. يبقى نمره 3 ده انفجار خلايا الدم الحمراء، تحرر المينوزويتات، تحرر السموم، وبالتالي ظهور الاعراض. يبقى نمره 3 يبقى دي نمره 3 اهي. صح كده الكلام؟ الشخص المقابل يعبر عن جزء، الشكل المقابل يعبر عن جزء من دورة حياة البلازموديوم ملاريا، ادرسه جيدا ثم استنتج. طيب الشكل بقى ده، هي بس الفكرة انك انت تتعرف على الشكل من بدايته. هنا سهم ماشي كده، بقى كده، بقى كده، بقى كده، بقى كده. طيب ده ايه؟ انا الحاجة الوحيدة اللي في دورة حياة البلازموديوم وهو ايه اللي في السؤال، اللي هي بتبقى مطولة ومسحوبة كده، اما السبوروزويت يا دكتور، اما الطور الحركي. يعني السبوروزويت بيبقى مغزلي
والطور الحركي بيبقى هو كمان مش مغزلي، ولكن نقدر نقول ان هو مستدق او مسحوب يعني. فهو هيبقى ده يا كده يا كده. بس انا اقول لك حاجه، لو انت جيت تشوف السبوروزويت، هو السبوروزويت ده دلوقتي لما بيدخل هنا هو بيدخل سبوروزويت واحد وبيبقى خليه وفيها نواه واحده. لما بيبدا ينقسم يا دكتور هو بيدي لك ايه؟ قالك هيدي لك خليه تانية. السبوروزويت هيدي لك جوه الخليه الكبديه خلايا تانية، صح كده؟ هيبقى كده، ويبدا يدي لك نواه ونواه 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 ويبدا يتقطع، صح كده يا دكتور؟ ويبدا يتقطع علشان يدي ميروزويتات. يبقى السبوروزويت هيدي ميروزويتات. طيب لو هو طور حركي، الطور الحركي يا دكتور هينقسم علشان يدي كيس البيض، بيبقى كيس ومليان برضه انويه بالمنظر ده. طب يا رب هو دلوقتي ده ايه اللي حصل؟ اللي انا شايفه دلوقتي كده ان هو في نواه، وبعد كده بدأ شكله يتغير، وبعد كده ادي النواه ادي النواه ادي النواه. يبقى معنى كده هو ده احتمال يبقى ايه؟ هو كيس وفيه نواه واحده او كيس وفيه خليه. الرسمه انا مش مؤيد، يعني معلش ويسامحني وضع السؤال، انا مش مؤيد انك انت تجيب سؤال زي ده للطالب. ليه؟ انت المفروض تحط له على الرسمه ده اي حاجه تشير تعرف الطالب هو فين. يعني مثلا تقول له ان ده ميروزويت وتسيبها له كده، برضه الطالب هيفكر. تقول له ان ده مثلا يكون كيس بيض، برضه هيفكر. انما اسيبها له كده، احنا نفسنا كمدرس انت تقدر تقف قصاد الرسمه دي وتقعد تقول يا رب هتبقى ايه، ولكن يعني في النهايه هيكون ده غالبا ما هيبقى السبوروزويت، لان هو اللي بيبقى مغزالي الشكل كده، وبعد كده ادي النواه بتاعته، وبعدين بدأ شكله يتغير، وهو كان المفروض يجيب لي كذا واحده من دول، الا اذا كان قصد ايه بقى؟ الا اذا كان هقول لك ايه، ما هي نواه واحده برضه يا دكتور، هي نواه واحده خلاص كده. يعني دي كده هتبقى كده جوه خليه كبديه، يعني المفروض هيبقى فيه كذا واحده من دول، يعني خليه كده اللي هي هتبقى ميروزويت وجواها برضه نواه وسيتوبلازم، واخد بالك، والعضيات وبتاع والكلام ده كله، وبرضه ميروزويتايه تانية، لان السبوروزويت الواحد بيتحول الى عده ميروزويتات. فهنا الطالب فعلا هيلص، يعني الطالب اللي هو ما يعرفش السؤال ده، لا ده ما يتخضش، مش هو ده اللي يقيس بيه ذكائك ويقيس بيه مذاكرتك انت مذاكر ازاي. انما انا لو جيت قلت لك هنا دي كده مثلا اين يحدث هذا الجزء، كنت اقول لك مثلا ان ده سبوروزويت بس وخلاص وخلصت على كده، واسيبك بقى تفكر، او اقول لك الناتج النهائي واقول لك ان ده ميروزويت، او اقول لك ان ده طور حركي واقول لك ان ده الناتج النهائي كيس البيض. وصلت كده يا دكتور؟ بس هي الفكره ان كيس البيض هيبقى فيه انقسامات، يعني برضو كده كنت هلاقي ده هي كده هتتغير، والاقي في النهايه كذا نواه جوه نفس الكيس، فهي تمشي طبعا ان ده ميروزويت وتبقى دي كده خلايا الكبد، وهو مجاوبها لك كده فعلا. طبعا استحاله دي خليه دم حمراء، لان خلايا الدم الحمراء يا دكتور يعني او ده بيقول لك اللي بيحصل ده جوه خليه دم حمراء. خلايا الدم الحمراء بيدخلها ميروزويت، والميروزويت مش كده، الميروزويت بيبقى كوره مدور كده شويه يا دكتور، والنواه بتاعته هنا، فده مش خليه. هل ده تجويف المعده بتاع انثى البعوضه؟ ما هو تجويف المعده هيحصل فيه ايه؟ ايه الانقسامات او التحول اللي هيحصل هنا؟ العكس بقى، التحول اللي هيحصل ان انا يكون عندي هنا زيجوت ويتحول الى طور حركي، انما ده طور حركي يعني حاجه مدوره وتحولت لحاجه مسحوبه، هنا حاجه مسحوبه بتتحول لحاجه مدوره، فده مش في تجويف المعده. هل ده في الغدد اللعابيه للبعوضه؟ ما هي الغدد اللعابيه للبعوضه برضو ما بيبقاش فيها غير سبوروزويتات، فما بيحصلش الكلام ده خالص، يعني ما فيش حاجه بتتحول بيكون شكلها مسحوب وتبقى مدوره، فهو خلاص في النهايه حتى باستثناء الكلام ده ممكن يكون وضع السؤال طبعا يقصد ان هو يلخبط الطالب ما بين السبوروزويت وما بين الطور الحركي، ولكن بعد له الطور الحركي عن الموضوع نهائي وجاب له 3 دول غلط، فهيستثنيهم الطالب وهيتبقى له خليه الكبد، يبقى هتبقى دي سبوروزويت وفي النهايه تحول الى ميروزويتات. طيب السؤال اللي بعده يقول لك الشكل المقابل يعبر عن طورين في البلازموديوم ملاريا، ادرسه ثم اجب. اي مما يلي يميز، على فكره ده مش معناه انا مش بحب كتاب الامتحان، بالعكس كتاب التفوق رائع، كتاب التفوق كتاب رائع مستوياته عاليه جدا، يمرن تفكيرك على مستويات عاليه، بحيث انك انت لما تيجي تحل العادي هتلاقيه بالنسبه لك تافه جدا، اللي هو بالنسبه لطالب تاني بيبقى صعب يعني. الشكل المقابل يعبر عن طورين للبلازموديوم، اي مما يلي يميز الطور ص عن الطور س.
لما نيجي نشوف الطور صاد ده خلاص الخليه الوحيده اللي مغزليه الشكل يبقى ده سبوروزويت. يبقى صاد ده يقصد بيه على طول سبوروزويت، يبقى صاد ده سبوروزويت اللي هو بيبقى نون. سبوروزويت اللي هو بيبقى نون. ما هو الشلل بقى بيجي لنا من هنا بقى. يبقى ده كده سبوروزويت. ايوه بس كده سبوروزويت اللي هو بيبقى مغزليه الشكل. يبقى انا كده بتكلم ان ده كده دي خليه كبديه خلاص، ودخل فيها السبوروزويتات، وده عندك في الرسمه في الكتاب. ويبدا الوقت الخليه الكبديه تنفجر ويطلع منها السبوروزويتات اهي. ايه ده؟ ويطلع منها سبوروزويتات ازاي؟ لا ده غلط طبعا. سبوروزويتات مش بتطلع من الخليه الكبديه، اللي بيطلع الميروزويتات، يبقى دي مش سبوروزويتات. يبقى اللي طالع ده او دي كده تبقى الغده اللعابيه. ماشي كده الكلام؟ فاللي طالع منها سبوروزويت اهو. ماشي. طيب هنا بقى قال لك هنا كده يا دكتور دي خليه والخليه دي هتنفجر، يبقى اذا الخليه دي هيطلع منها حاجه مدوره، يبقى ده ميروزويت. الحاجه الوحيده اللي بتنفجر يا الخليه الكبديه يا خليه الدم الحمراء. طب الخليه الكبديه بيطلع منها ميروزويتات في المرحلتين، اللي هي اللاجنسي الاول واللاجنسي الثاني. وخلايا الدم الحمراء ما بيطلعش منها غير ميروزويتات، سواء كانت دي خليه كبديه او خليه دم حمراء، فاللي طالع ده ميروزويت. يبقى هنا بيقول لك ايه اللي يميز ده عن ده؟ صاد عن سين. صاد سبوروزويت وسين ميروزويت. صاد نون وسين نون. اللي يميز ده عن ده يعني حاجه في صاد في السبوروزويت مش في الميروزويت، تنتج من تكاثر لا جنسي وتتكاثر لا جنسيا. طيب هل السبوروزويت جاي من تكاثر لا جنسي؟ لان هو جاي لا جنسي بالجراثيم، هيدي السبوروزويتات من كيس البيض. يبقى انا معاك في دي، تنتج من تكاثر لا جنسي وتتكاثر لا جنسيا. السبوروزويت يتكاثر لا جنسيا. طيب هل ده يميزه عن الميروزويت؟ الميروزويت هو قايل لك ينتج من تكاثر لا جنسي. طب ما الميروزويت جاي من تكاثر لا جنسي برضه بالتقطع، وتتكاثر لا جنسي، والميروزويت يتكاثر لا جنسي. يبقى مش دي، لان هنا الاثنين زي بعض. ده لا يميز صاد عن سين، الاثنين جايين من تكاثر لا جنسي والاثنين بيتكاثروا لا جنسي. حلو. يمكن وجوده في كل من جسم الانسان والبعوضه. طيب السبوروزويت يمكن وجوده في جسم الانسان في البعوضه صح، وفي جسم الانسان في الكبد صح. انما الميروزويت لا، الميروزويت موجود في جسم الانسان بس، عمر ما تلاقي ميروزويت في البعوضه. ولو راح مع الدم، لو بعوضه مصت دم الانسان وخدت الطور المشيجي دخلها ومعاه شويه اي حاجه تانية في الدم زي الميروزويت، تتحلل هنا على طول. يبقى ده فعليا اللي يميز السبوروزويت عن الميروزويت، ان السبوروزويت موجود في جسم الانسان والبعوضه، وده يميزه عن سين. سين مش موجود غير في جسم الانسان بس. يبقى اذا الاجابه نمره ب. احادي المجموعه الصبغيه لا، ده احادي وده احادي، فده لا يميز صاد عن سين. يعتبر الطور المعدي لانثى البعوضه؟ لا يا فندم، السبوروزويت الطور المعدي للانسان. الجمله اساسا غلط، يبقى الاجابه نمره ب. السؤال اللي بعده يقول لك ادرس الرسم المقابل. ادرس الرسم المقابل اللي بيوضح طورين مختلفين للبلازموديوم ملاريا داخل جسم الانسان ثم حدد. طيب الرسم ده بيقول لك ايه؟ اني ده وعاء دموي وبعدين في طور جاي نمره واحد جاي مع الوعاء الدموي راح للكبد. مين اللي بيجي مع الدم ويروح على الكبد؟ يبقى ده السبوروزويت على طول، هو اللي بيبقى في الدم ويروح على الكبد. يبقى نمره واحد ده سبوروزويت. يبقى نمره واحد سبوروزويت صح كده؟ ده طور نمره واحد. بعد كده حاجه بتروح من الكبد وتطلع على خليه دم حمراء، الميروزويتات هي اللي بتخرج من الكبد وتروح تصيب كرات دم حمراء. يبقى خطور نمره اتنين ده الميروزويت. حلو الكلام. عايز ايه بقى؟ ما وجه الشبه ما بين السبوروزويت والميروزويت؟ بس قلبت نظري خالص بقى اهي. يبقى انت بتحل اللغز اللي في السؤال وبعد كده بترجع بقى او بتبدا تقرا اختياراتك. ماليش دعوه بالرسمه بقى بعد كده. مكان التكوين، اين يتكون السبوروزويت؟ من الرسمه. مش هقول لك الرسمه دي بتحل لك اي سؤال عشان دماغك ما تتلخبطش. يتكون السبوروزويت في جدار المعده صح. طيب والميروزويت؟ لا يا فندم، الميروزويت يتكون داخل الكبد، او يعني ده في البعوضه وده في الانسان. يبقى وجه الشبه ما بينهم مش مكان التكوين. عدد الصبغيات، الميروزويتات نون، طب والسبوروزويت نون صح. خلاص ما دي خلصت كده. يبقى ما وجه الشبه؟ عدد الصبغيات. هل عندك شك؟ لا والله، ده دي نون ودي نون.
الشكل، لا طبعا الشكل يختلف. السبوروزويد بيكون خليه مغزليه الشكل عامله زي العين. طب والميروزويد بيبقى زي الدايره كده او الكره ومدببه. يبقى فعلا يبقى هم مش متشابهين في الشكل، مختلفين في الشكل، يبقى مش وجه شبه. صوره التكاثر ما بيقولكش طريقه التكاثر، الصوره يعني الطريقه لا جنسي للاثنين. هل هم متشابهين في صوره؟ بص خلي بالك، الميروزويد صوره التكاثر اللي كونت كل منهم. مين اللي كون ميروزويتات؟ لا جنسي تقطع. مين اللي كون السبوروزويت؟ لا جنسي جراثيم. اذا هما الاثنين مشتركين او متشابهين في نفس النوع من التكاثر لا جنسي، انما مختلفين في الصوره. ده تقطع انما ده بالجراثيم، فهم مش شبه بعض في صوره التكاثر. خلاص، يبقى فعلا في عدد الصبغيات. المخطط المقابل بيعبر عن تغير العدد الصبغي خلال دورة حياة البلازموديوم ملاريا. تغير العدد الصبغي، ادرسه ثم اجب. انا عندي س وعندي ص. س ده هي حاجة يا دكتور، س ده طور معين. قام مدي 2 نون، قام الحاجة ال 2 نون اتحولت ل 2 نون او ادت 2 نون. قامت الحاجة 2 نون ده ايه؟ ادت ص. يبقى ص جاي من حاجة 2 نون. قامت ص ادت نون، وقام نون ادى نون، وقام نون بقى الطور ده س اللي هيتحول. هي دي دورة الحياة. والله لو وقفت على ضوافرك لو فكرت فيها كده ما هتعرف تجيبها. هو اقعد بقى اقلب دورة الحياة واقعد بقى ابص لها من هنا كده. النوعية دي من الأسئلة انت لازم تقرا الاختيارات وتطبق بقى الاختيارات على هذا الكلام. طيب اما يكون عندك ايه؟ ما الأطوار س وص على الترتيب. نبدأ بس. س دي حاجة هتدي 2 نون. هل ينفع يبقى س ده الطور المشيجي؟ طب استنى كده، الطور المشيجي اهو، ده الطور المشيجي. هل يدي الطور المشيجي حاجه 2 نون؟ والله بص، هو الطور المشيجي يدي امشاج تندمج تبقى زيجوت 2 نون. فجايز تبقى صح، جايز تبقى صح ان الطور المشيجي يبقى صح. طيب هو هيدي حاجه 2 نون اللي هو الزيجوت، ماشي. ومن الزيجوت يتحول لحاجه 2 نون، والله ممكن الطور الحركي. ومن الطور الحركي اللي هو 2 نون ده يدي حاجه صاد، والله ممكن فعلا يحصل له انقسام ميوزي في الجدار ويدي كيس البيض، يعني دي ماشيه حلوه قوي. كيس البيض ده اللي هو صاد يدي حاجه نون اللي هي السبوروزويتات، ومن السبوروزويتات تدي حاجه نون، والله ممكن السبوروزويتات تدي الميروزويتات، ومن الميروزويتات تاني تدي الطور المشيجي. ودي حلوه قوي على فكره، دي ماشيه متفصله اللي هي الاطوار المشيجيه والطور الحركي. طيب الميروزويت هل ينفع يبقى س ميروزويت؟ يعني ده لو ميروزويت، هل ميروزويت يدي حاجه 2 نون؟ استناني بقى كده، الميروزويت اهو هل هيدي حاجه 2 نون نهائي؟ الميروزويت يدي ميروزويت، ميروزويت هنا يدي ميروزويت، ميروزويت هنا يدي ميروزويتات، الميروزويتات هنا تدي نون طور مشيجي. فكده الميروزويت غلط، يبقى كمان نمره ده الغلط، لان هنا اولها ميروزويت ودي اولها ميروزويت. يبقى انا كده هستثني ب وهستثني د. طب انا كده اللي فاضل لي الف او ج، والاثنين بادئين بطور مشيجي. يبقى مما لا شك فيه ان س طور مشيجي دي مش غلط. تين الطور المشيجي س دي طور مشيجي دي مش غلط. الفكره بقى في صاد، هل هو طور حركي ولا كيس البيض؟ بص كده يا دكتور، لو ده كده طور مشيجي س، الطور المشيجي اهو هيدي حاجه 2 نون اللي هي مين؟ ماشي همشيها الزيجوت. الزيجوت يدي حاجه 2 نون اللي هو الطور الحركي. الطور الحركي اللي هو 2 نون يدي حاجه صاد. انا هقول مثلا ان هو كيس البيض، يقوم كيس البيض. طب ما هي يبقى كيس البيض هنا يبقى يمشي ده طور مشيجي اهو، الطور المشيجي اللي راح كده هيقوم يدي زيجوت، تمام. ومن الزيجوت يتحول الى 2 نون، ماشي، اللي هو الطور الحركي. ومن الطور الحركي يدي كيس البيض، ومن كيس البيض يدي سبوروزويت، ومن السبوروزويت يدي ميروزويتات، ومن الميروزويتات تدي، يبقى دي تمشي طبعا يا دكتور. يبقى هنا كده 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 معناها بص، لو ده طور مشيجي زيجوت ده يبقى طور حركي، فما ينفعش دي. وصلت يا دكتور؟ يعني لو ده الطور المشيجي س، ما هو ده كده كده طور مشيجي، دي ما فيهاش نقاش، لان انا استبعدت نمره ب ونمره د.
فاجابتي يا الف يا جيم. طيب لو هي الاولانيه الطور الحركي، لو ده طور مشيجي، هل الطور المشيجي يدي حاجه 2 نون؟ الطور المشيجي اهو ده اهو يدي حاجه 2 نون اللي هو الزيجوت. حلو. ومن الزيجوت يدي حاجه 2 نون، ماشي، يدي حاجه 2 نون اللي هو مين؟ اللي هو الطور الحركي. يبقى دي طور حركي، 2 نون دي طور. انما صاد مش هتبقى طور حركي، فما ينفعش نمره الف يا دكتور. انما ينفع دي 2 نون هتبقى طور حركي، طور حركي يدي صاد اللي هو ايه؟ صاد هيدي حاجه نون اللي هي السبوروزويد. يبقى هي تمشي طبعا الاطوار المشيجيه وكيس البيض نمره ج. اي مما يلي يمثل مكان حدوث اختزال عدد الصبغات في دوره حياه البلازموديوم. اختزال عدد الصبغات لو حضرتك ترجمتها يساوي انقسام ميوزي. فتسال نفسك هنا فين بيحصل الانقسام الميوزي في دوره الحياه؟ كل دوره حياه البلازموديوم انقسامات ميتوزيه، ميتوزي 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 ميتوزي، ده تحول، بعد كده اندماج، وبعد كده تحول هنا، وبعد ادي الميوزي الوحيد، بعد كده ارجع ميتوزي تاني برضه. يبقى الميوزي الوحيد اللي هو الاو يدي او، يبقى الميوزي الوحيد الاو كاينت يدي او سيست، صح كده يا دكتور؟ وده الاختزال العدد الصبغي، وده بيحصل في جدار المعده. فلما يقول لك مين اللي يمثل الانقسام الميوزي؟ خلايا الكبد، لا كلها انقسام ميتوزي. خلايا الدم الحمراء ميروزويتات تدي ميروزويتات. تجويف المعده غلط، لا في جدار المعده يا دكتور، لان الانقسام الميوزي بيحصل في جدار معده البعوضه وليس داخل تجويف المعده. طيب السؤال اللي بعده يقول لك في ضوء منهجك اي الاشكال البيانيه التاليه تعبر عن النمط الصحيح لظهور اعراض الملاريا؟ احنا متفقين خلاص، عينينا جابتها على طول يا دكتور اللي هي نمره ب. ليه؟ لان انت عارف ان اعراض الملاريا بتبدا طبعا من ساعه مهاجمه خليه الدم الحمراء لسه ما فيش اعراض، مع اول انفجار ليها وطلوع السموم هيبدا الاعراض تزيد. حلو الكلام. ويعدي يومين وبعد كده تنفجر كرات دم حمراء تانية اكتر وسموم اكتر فتدي اعراض اشد. بعد كده يعدي يومين فيدي لك عدد اكبر من كرات الدم الحمراء اللي بتنفجر وبيروزويتات اللي طالعه اكتر وسموم بكميات اكبر والاعراض تزيد. فدايما الملاريا بتبقى عامله كده يا دكتور اللي هو الشكل نمره ب، وشفناها في كذا سؤال قبل كده. طيب يبقى الاجابه عندك نمره ب طبعا. كم مره يتكرر ظهور اعراض حمى الملاريا خلال الاسبوع الواحد في شخص مصاب؟ 7 مرات. بص انت عارف ان الاعراض بتظهر كل 48 ساعه، فما تجيش تقول لي 7 مرات كده يبقى بتظهر في الاسبوع كل يوم مره، ولا تقول لي مره واحده فقط، دي غلط. اللعبه بقى هنا ما بين 3 مرات وما بين 4 مرات. طيب انت بقى حضرتك تقصد ايه؟ يلي معلش عطيت لي السؤال، هل تقصد من ساعه هجوم الميروزويتات على كرات الدم الحمراء؟ يعني تعالى نحسبها كده حسبه بسيطه. لو انا قلت ان كرات الدم الحمراء اهي وبعدين قامت هجمتها ميروزويتاي وده كان يوم السبت، حلو كده الكلام؟ حلو. اول اعراض تظهر بعد 48 ساعه، يعني لو السبت مثلا الساعه 9 مساء، يوم اول اعراض تظهر على العيان ده لما دي تنفجر وتطلع السموم، وده يوم الاثنين هتعدي لحد، وبعدين الاثنين 9 مساء، وبعدين طلعت الميروزويتات هجمت تاني وتتكرر تاني يوم الثلاث الاربع 9 مساء 9 مساء. خلاص كده هتنفجر كرات دم حمراء تانية. بعد كده يعدي الخميس والجمعة 9 مساء تنفجر كرات دم حمراء تاني. هنا مفيش اعراض، لحظة الهجوم ده ايه؟ دي مفيش اعراض، انما الاعراض ظهرت في ده وده وده 2 و4 وجمعة. ده لو انت قاصد ايه؟ ان لو كان السؤال كم مرة يتكرر ظهور اعراض الملاريا خلال اسبوع واحد. طب ما انا جايز اقول لك حاجة، طب ما هو جايز العيان ده يعني هنا السبت الاثنين الاربع الجمعة، طب والجمعة هتطلع ايه؟ كرات دم حمراء، ترجع بقى تعمل له الاعراض تاني. هنا السبت ما حصلش اعراض، يبقى اول اعراض حصلت يوم الاثنين. خلاص كده اول اعراض ظهرت، يبقى انت رحت للدكتور الحقني يا دكتور انا يوم الاثنين اللي فات الساعه 9 بالليل سخنت وقعدت اترعش، دي اول اعراض اهي كانت يوم ايه؟ اثنين. طب الاعراض دي مثلا حصلت الاثنين وبعدين تحصل الاربعاء وبعدين تحصل الجمعه وعدي السبت وتحصل الحد تاني قبل الاثنين اهو. يبقى انت دلوقتي بتقول للدكتور بتاعك وانت بتوصف له ايه؟ بتقول له والله يا دكتور انا الاسبوع اللي فات ده حصلت لي حاجه غريبه. ايه يا ابني اللي حصل لك خلال اسبوع؟ بس اسبوع يا ابني ولا 8 ايام ولا 9؟ لا اسبوع. بص يا دكتور انا هقول لك يا دكتور اللي حصل لي من يوم الاثنين اللي فات. ماشي يا ابني انت قايل لي اسبوع،
يعني تقول لي الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه والسبت والحد بس، ما تكررش الاثنين. ماشي يا دكتور. الاثنين سخنت، وبعدين الاربع سخنت، والجمعه سخنت، عدي السبت، والحد سخنت. بس يا ابني ده كده اسبوع اهو فعلا. انت كده يا ابني سخنت في الاسبوع اللي فات 4 مرات. وصلت كده يا دكتور؟ فهنا انا اختار 4 مرات ظهور اعراض بس، لان هنا بيقول لي ايه؟ كم مره يتكرر ظهور الاعراض خلال الاسبوع واحد في شخص مصاب. ما هو من ساعه ما تجيش تقول لي ما هو احسبها بقى من اول ما دخل الميروزويت هنا اللي هو من يوم السبت، فما اجيبش يوم الحد دي يا فندم، ما هو اساسا مصاب من هنا. يعني انت كده كشخص مصاب عادي جدا تتكرر الاعراض 4 مرات في الاسبوع. وصلت كده؟ ولو جيت حسبتها، طب هي اتكررت احنا من يوم الاثنين، خلاص انت بادئ يوم ايه؟ يوم الاثنين، ونهيت كده اخر مره ظهرت الاعراض يوم الحد. ظهرت يوم الحد. طيب تعالى بقى يوم الحد لما حصل كده اللي هي ظهرت الاعراض، في ميروزويتات طلعت. الميروزويتات ده ايه؟ هجمت يوم الحد. يوم يبدا العيان يسخن امتى؟ يبدا العيان يسخن يوم الاثنين، الحد، الثلاث بقى. لو حسبتها يا دكتور هتلاقيه يسخن الثلاث والخميس والسبت والاثنين، يبقى من الاثنين للثلاث ظهرت 4 مرات. يعني معنى كده المفروض لو كان السؤال دقيق كان يقول لك كم مره يتكرر ظهور اعراض حمى الملاريا خلال اسبوع واحد من مهاجمه الميروزويتات لخلايا الدم الحمراء. انا كده حددت لك الاجابه. انما انا عن نفسي انا هختار 4 مرات، مع العلم هو كتابه اهو حللها 3 مرات. انت فاهم ازاي؟ ولكن لا، احنا ناخذ على ده ايه؟ ان لم تحدد من لحظه هجوم الميروزويتات لكرات الدم الحمراء. عند تشخيص حمى الملاريا يتم فحص عينه من دم المريض تحت الميكروسكوب. حلو الكلام. طب في دم الانسان المصاب تلاقي ايه؟ كل اللي في الدم ده، بص كل اللي هنا ده كده في الدم اهو. لا يمكن اشوف الميروزويتات، لان الميروزويتات بتدخل مع لعاب البعوضه في ثواني بتبقى في الكبد، فدي ما بتلحقش، وخاصه وان العيان ما بيبقاش فيه اعراض فمش هيروح يكشف ولا اي حاجه. انما التحاليل كلها هتيجي بعد ما تبدا تحصل الاعراض. اشوف ايه بقى؟ اشوف خلايا دم حمراء طبيعيه قليله، يبقى قله خلايا الدم الحمراء الطبيعيه، انيميا. اشوف خلايا دم حمراء منفجره، اشوف خلايا دم حمراء منتفخه بالميروزويتات، اشوف خلايا دم حمراء تحتوي على مشيج مذكر ومؤنث اللي هو الطور المشيجي، اشوف ميروزويتات حره. اتكرر السؤال ده كتير. فلما تشخص مريض ملاريا، ما الطور الذي يدل وجوده في الدم على الاصابه بحمى الملاريا؟ ايه اللي تشوفه في الدم يقول لك ان ده عنده ملاريا؟ الميروزويتات فقط. بص لو هو ما فيش حاجه ثانيه جنبها هعتبرها صح. السبوروزويتات فقط، لا دي غلط اساسا، مفيش سبوروزويتات في الموضوع، سيبك من دي ما تظهرش، ما الحقش اشوفها. الميروزويتات والسبوروزويتات، السبوروزويت غلط، انا شخص بميروزويت ماشي، يبقى نمره ج غلط ونمره ب غلط. الميروزويتات والطور المشيجي، بس هي دي، لان انا عندي هنا ميروزويتات حره اهي وعندي طور مشيجي، يبقى ما تقوليش الاولانيه ميروزويتات فقط كده انا اعتبرها غلط. يبقى الاجابه الميروزويتات والاطوار المشيجيه، الاجابه نمره د. يقول لك هنا إذا علمت أن بعض الأدوية المضادة للملاريا تعمل على تعطيل تكوين المواد السامة. كويس أوي. اللي بتنتج في دورة حياة البلازموديوم. في ضوء ذلك أي الأطوار التالية تؤثر عليها تلك الأدوية؟ يعني في دواء بيدوه، الدواء ده بيبدأ يعطل تكوين السموم. يا فندم طب ما تسأل نفسك، هو السموم ده إيه سببها؟ انفجار كرات الدم الحمراء. ما هو مين اللي فجرها؟ الميروزويت. بس كده خلاص. يبقى معنى كده لو انت مش عايز السموم تطلع موت الميروزويتات. يبقى الدواء اللي هم بيدوه يا فندم عشان يعطل تكوين المواد السامه يبقى على طول اثر على الميروزويتات. صح كده يا دكتور؟ اثر على الميروزويتات. ماليش دعوه طبعا بالسبوروزويت ولا الطور الحركي خالص اللي بيبقى موجود في المعده بتاعه البعوضه، ولا كيس البيض برضو ده بيبقى موجود في جدار المعده بتاعه البعوض. طيب يبقى الاجابه ب. من خلال الشكل التالي اجب. الشكل التالي دي بعوضه قرصت واحد، دخلت في دمه حاجه وايده احمرت، راحت على الكبد بتاع الراجل ده ومن الكبد على الدم، وبعد كده جت بعوضه صاد بقى، بعوضه ثانيه مصت دم العيان ده. يبقى البعوضه دي هي اللي نقلته المرض، والبعوضه دي هتاخد المرض عشان تبقى تنقله لحد تاني. ما مصير الميروزويتات الموجوده في لعاب البعوضه صاد؟ لعاب البعوضه صاد، يبقى البعوضه صاد دي مصت دم الانسان المريض، يبقى ده دم انسان مريض. البعوضه صاد هعتبرها اللي هي دي مص الدم ده، خدت الطور المشيجي. حلو، دخل الطور المشيجي هنا غير ناضج وهينضج.
هل ممكن تاخد حاجه تاني من دمه؟ ممكن. الميروزويتات اللي هنا تقوم تشفطها. طب ما مصير الميروزويتات بقى اللي بتدخل مع الطور المشيجي؟ تتحلل يا دكتور، ما بتكملش. يبقى ما مصير الميروزويتات تتحول لطور مشيجي؟ غلط. هو بيقول لك ما مصير الميروزويتات الموجوده في اللعاب بتاع البعوضه؟ صاد. ده ايه؟ تخترق جدار المعده وتنقسم، تتحلل بفعل العصاره الهاضمه. دي صح كده يا دكتور؟ يبقى اذا الميروزويتات تتحلل بفعل العصاره الهاضمه. خلاص كده يا دكتور؟ طيب السؤال اللي بعده هي هتتحلل. بص، الميروزويتات ما تقدرش تعيش جوه البعوضه، لا في الغدد اللعابيه ولا كمان في المعده. يعني هنا الحياه والبي اتش والقصص دي كلها مش ملائمه ليها. طيب المهم يعني يبقى الاجابه ب، الاجابه ج، تتحلل بفعل العصاره الهاضمه. اي البدائل التاليه تميز دوره حياه البلازموديوم ملاريا داخل جسم انثى بعوضه الانوفلس عن دوره حياتها داخل جسم الانسان؟ مين اللي يميز دوره حياه البلازموديوم في البعوضه عن حياتها في جسم الانسان؟ يبقى اذا حاجه في دوره الحياه موجوده في البعوضه مش موجوده في جسم الانسان. حدوث التكاثر اللاجنسي. يا راجل حرام عليك، ما هو التكاثر اللاجنسي بيبقى موجود في البعوضه اهو، لاجنسي بالجراثيم الحته دي، وموجود في الانسان لاجنسي تقطع لاجنسي تقطع. يبقى ده ما يميزش البلازموديوم في البعوضه. حدوث الانقسام الميتوزي. يا فندم ما هو هنا بيحصل انقسام ميتوزي، انا معاك، في جدار المعده اللي هي الاوسيست كيس البيض بتحول لسبوروزويد، بس ده ما يميزهاش لان برضه الانسان عنده انقسام ميتوزي اللي بيحصل في الكبد واللي بيحصل هنا في الدم. يبقى مش دي يا دكتور. وجود اطوار مشيجيه، ما هو ده ما يميزش البعوضه. ما هو انت عندك البعوضه جواها طور مشيجي اهو، والانسان بيبقى جواه طور مشيجي، صح؟ هو بيتنقل من الانسان للبعوضه وينضج هنا، بس هنا في طور مشيجي وده طور مشيجي، فالطور المشيجي وجوده هنا ما يميزوش على الانسان، موجود في الاثنين. طب استنى، اختزال عدد الصبغيات للنص. يعني ايه اختزال عدد الصبغيات للنص؟ ميوزي. فعلا يا دكتور، الانقسام الميوزي لا يحدث الا في البعوضه، اما الانسان ما فيش فيه اي انقسامات ميوزيه نهائي، لا في الكبد ولا في الدم، كلها انقسامات ميتوزيه. ولا يحدث في دوره الحياه الطويله العريضه ده هي اللي انت دارسها انقسام ميوزي غير في حته واحده بس، اللي هي احول الطور الحركي الى كيس البيض عشان ارجع من 2 نون لنون وارجع للعدد الاصلي. فعلا ده يميز اللي بيحصل في البعوضه عن الانسان. نمره د، اي الثنائيات التاليه تنتج من تحول خلوي مباشر في دوره حياه البلازموديوم ملاريا؟ اي الثنائيات، يعني في هنا ده ولا ده وده ولا ده وده ولا ده وده ينتج من تحول خلوي مباشر؟ طب ما احنا متفقين يا دكتور، بيحصل التحول فين؟ ده الانسان اهو. هل في تحول في الانسان؟ يا فندم في تحول في الانسان اهو يا فندم، اللي هو بتحول الميروزويت الى طور مشيجي، يبقى بيحصل تحول لتكوين الطور المشيجي. الامشاج بتتكون بالتحول وليس بانقسامات ميوزي ولا ميتوزي. وفي هنا تحول يا فندم في البعوضه، في تحول فين يا فندم؟ اهو تحول اهو، اللي هو تحول الزيجوت الى طور حركي، يبقى بيحصل التحول هنا لتكوين الطور الحركي. اذا التحول بيحصل مرتين في دوره الحياه، مره في الانسان لتكوين الطور المشيجي، ومره في معده البعوضه لتكوين الطور الحركي. يبقى انا عايز ايه؟ بص، اي الثنائيات تنتج من تحول خلوي. الطور المشيجي ناتج، هو ده ناتج، مش هو اللي بيتحول. هنا اللي بيتحول الميروزويت، هنا اللي بيتحول الزيجوت. يعني لو جاء قال لي مين اللي بيتحول، اقول له الميروزويت هنا او اقول له هنا الزيجوت. انما هنا بيقول لك مين الناتج من التحول. الناتج من التحول الطور المشيجي هو الناتج من تحول الميروزويت، او يقول لك الطور الحركي ناتج من تحول الزيجوت، فهو عايز هنا الناتج. يبقى الطور المشيجي والطور الحركي، الطور المشيجي والطور الحركي، خلاص منتهي يا دكتور. تقول لي بقى كيس البيض والميروزويتات. الميروزويتات لا تنتج من تحول، لا تنتج من انقسامات ميتوزيه، تكاثر لا جنسي تقطع. كيس البيض، لا، كيس البيض ينتج من انقسام ميوزي مش تحول نهائي يا دكتور. طور مشيجي يمشي طور مشيجي، انما اللقاحه تنتج من اندماج، اللقاحه هتنتج من اندماج، يبقى ده غلط برضه مش تحول. لقاحه غلط وطور حركي ده تحول ماشي، انما لقاحه غلط، يبقى الصح هو ب. الشكل المقابل يمثل احد التغيرات التي تحدث خلال دوره حياه البلازموديوم، ادرسه جيدا ثم اجب. ماشي، عايز ايه بقى حضرتك؟ ادرس الشكل ده اجب. تتحول الخليه ايه؟ ده ايه؟ الى الخليه بي اثناء تكوين. طيب هي الخليه ايه دي وضعها ايه؟ والخليه بي دي وضعها ايه؟ قال لك الخليه ايه؟ دي خليه فيها 1 2 3 4 كروموزوم،
والخليه بي فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 كروموزوم، 4 كروموزوم بقوا الضعف 8 كروموزوم. هو امتى يتضاعف العدد الصبغي؟ في دوره حياه البلازموديوم. هو قايل لك ده بلازموديوم، هو قايل لك ان دي دوره حياه البلازموديوم. هنا بس يا دكتور اللي هي نون نون ماشيين نون 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 نون، اول تضاعف بقى 2 نون اللي هي عند اندماج المشيج المذكر مع المؤنث اللي هي لحظه الاخصاب. يبقى اذا هنا تتحول الخليه ايه الى الخليه بي اثناء تكوين ده اهو اللي هو الزيجوت. مين الزيجوت ده؟ اللقحه. يبقى التضاعف الصبغي من نون الى ضعف العدد 2 نون لتكوين اللقحه اللي هو الزيجوت اللي هو نمره ج. انما لتكوين الميروزويت اللي يا فندم الميروزويت نون ما فيش تضاعف. وكيس البيض بالعكس يا دكتور، ده كيس البيض انا بحول من 2 نون لنون. يعني لو كنت جايب لك من 2 نون لنون كنت اقول لك ده الانقسام الميوزي عشان اكون كيس البيض. يبقى ده كيس البيض وده الطور الحركي. الطور الحركي كان هيبقى 2 نون، هيدي كيس البيض نون. انما هو مش كده، هو جايب لك السهم ماشي كده صح. يبقى ده تضاعف من نون ل 2 نون اثناء تكوين اللقاحه يا دكتور. الشكل المقابل بيمثل جزء من دورة حياة البلازموديوم. ادرسه ثم اجب. اي الاطوار الموضحة تتكون بالانقسام الميوزي. او انا بس اكبر كده الرسمة واشوف ايه القصة بقى. هنا بيقول لك كده يا دكتور اهو، هنا كده بيقول لك جزء من دورة حياة ادرسه اي الاطوار تتكون بانقسام ميوزي. طيب اعرف الاطوار. ده كده الشمس كده ده هي يا دكتور، والاهداب ده مشيج مذكر. اما المدور ده فهو المشيج المؤنث. قام حصل اندماج، طبعا ده نون وده نون، وقاموا مكونين الزيجوت او اللقحه. وده كده حضرتك 2 نون. انا بحل الرسمه في الامتحان، يعني انت لازم تفكر فيها كده. قامت اللقحه ده اهي اللي هي ال2 نون ما ينفعش تقعد في المعده، فلازم تتحول لحاجه مسحوبه اللي هي ده اهي اللي هو الطور الحركي. يبقى ده كده طور حركي. واوكاينت اللي هو كام نون؟ اللي هو 2 نون برضه، ما حصلش حاجه غير تغير شكلي. الطور الحركي حصل له ايه يا دكتور؟ الطور الحركي اهو لما خرج هنا قام حصل له انقسام ميوزي عشان يرجع يبقى كيس البيض اللي هو ايه؟ كيس البيض اللي هو نون عشان ارجع للعدد الاصلي نون. كيس البيض حصل له تكاثر لا جنسي بالجراثيم انقسام ميتوزي عشان يدي السبوروزويتات. واديك شايف السبوروزويتات. يبقى ده كده سبوروزويتات اللي هي كام السبوروزويت يا دكتور؟ السبوروزويت اللي هو نون. يبقى كده اتحلت الرسمه كده خلاص. انت عايز ايه بقى؟ اي الاطوار تتكون بانقسام ميوزي. مين اللي انقسام ميوزي يا دكتور؟ ميوزي يعني ايه؟ ميوزي معناها حاجه كانت 2 نون بقى اختزل العدد الصبغي النون اللي هو فين هنا يا دكتور؟ انا عندي ده الطور الحركي 2 نون اهو خلاص. انقسم ميوزي علشان يدي كيس البيض. الطور الحركي ينقسم ميوزي عشان يدي كيس البيض اهو يا دكتور. الطور الحركي ميوزي يدي كيس البيض خلاص اللي هي يبقى ده الانقسام الميوزي اهو. ده الطور الحركي انقسم بقى كيس البيض. هو عايز ايه؟ اي الاطوار تتكون بالميوزي. ده اللي اتكون بالميوزي. بص الطور الحركي هو اللي انقسم ميوزي عشان يكون كيس البيض. يبقى كيس البيض هو اللي تكون بالميوزي. يبقى مين اللي تكون بالميوزي؟ ده 3 ده نمره 2. لو بصيت عندك وركزت في الرسمه نمره 2 يا دكتور. يبقى اذا الاجابه نمره 2 هو اللي يتكون بالانقسام الميوزي. نمره 2 هو اللي يتكون بالانقسام الميوزي يا دكتور اللي هو بنقول عليه كيس البيض. خلاص كده يا فندم. يبقى اذا كده تم بحمد الله اهو كده تم بحمد الله الحل بتاع كتاب. هكتبها انا هكتبها خلاص. بفضل الله تم حل كتاب التفوق. اسئلته سهله وجميله، ربنا ينفعكم بيها ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.